أساس بروح أجيب لهم السبايك. قلت أعطيني الفلوس بروح بجيب لك السبايك وتستناني هون. رفض يعطيني فلوس. قال لازم يشوف السبايك. وكم المبلغ، كم السبايك وكم المبلغ اللي أعطاك؟ السبايك هن تقريبا 80. 80 شو 80 جرام؟ 30 وحدة أبو 50 جرام، يعني تقريبا كيلو ونص. كيلو ونص. زين. وكان سعرهم هذاك اليوم تقريبا الوحدة 10,550 الوحدة. يعني الإجمالي كم كان؟ الإجمالي كان 316,500. 316,000. طيب. يعني بالدولار تقريبا 87 تقريبا. زين، وبعدين شو اللي صار؟ على أساس اتفقنا يجون يعطوني الفلوس بجيب لهم السبايك. قال لا ما يعطينيش الفلوس. فخلاص قلت له خلاص بكرة تعال بنجيب لك إياهم. أجل اليوم الثاني الصباح فاتصلنا كنا شاكين فيهم. أيوة. أنا باك تقول لي أنت كيف شكيت فيهم؟ أنا بصراحة كلموني بلغوا عليهم. هذا واحد كان شافهم لما ارتكبوا الجريمة باليمن، هو شافهم قدامه، شافهم باليمن. هذا صديقك ولا شو؟ صديقي موجود هون، وعرفهم قال هذول انتبه منهم، يعني هم سووا هيك وهيك خلاص. لا بس انت كيف شكيت يعني من هيئتهم؟ يعني هذه جايين ناس عاديين جايين يشترون. انا هذه النقطة المهمة بالنسبة لي، انت كيف شكيت فيهم؟ يعني طريقة التعامل معاهم ولا من اشكالهم؟ هم اشكالهم غريبة، وحتى لما تعطيتهم السعر يطمعونك فيه، ما يفصلونك، ما يسوي اي شيء ابدا. فشكيت شوي، وبعد خبرني صديقي يقول انتبه منهم، فخلاص خدت احتياطي. ليه وليش اختاروا المحل هذا تحديدا يعني في رايك؟ انت شفتهم قبل مثلا يمشون في السوق ولا خشوا كم من محل يعني؟ دخلوا اكثر من محل. دخلوا محلين تقريبا 3. قالوا ناخذ نشيك على السوق ونجي. هم طمنوا عندي، خذوا راحتهم، فقالوا هون احسن موقع. يعني سوء حظهم انه يو عندك انت، وانت سبحان الله كانت نفس القضيه حصلت لزميلك وانت بادرت في كشفهم. الحمد لله هم شافوا يقولون هذا ولد صغير لسه شاب ومبين عليه كبير. هذول المحلات الثانيه تحصلوا كبار، يعني عندهم خبره. انا لي 3 سنوات تقريبا بالذهب، بس الحمد لله يعني ما شاء الله. يعني صراحه يعني في نهايه اللقاء ما املك الا اني انا احييك صراحه. ومثل ما قلت هم يمكن شافوك انت، اختاروك، يمكن قالوا انه شاب صغير واحنا بنضحك عليه، لكن انت يعني ما شاء الله عليك كبير يعني بتصرفك واسلوبك. وانا اتمنى ان كل البائعين يعني في كان محلات الذهب او جميع المحلات ياخذون حذوك، ياخذون يعني اخذ الحيطه والحذر. هذا طبعا مطلوب. كيف اتعامل مع الزبائن مثل ما انت ذكرت، الزبائن يختلفون، اللي جاي يشتري واللي باين عليه جاد يمكن من هيئته ومن شكله، واللي يعني حاب يتلاعب انت ضبطتهم. الحمد لله. الله يعافيك. الله يعطيك العافيه. الله يعافيكم. اهلا وسهلا، حياك الله. والله الاسلوب هذا هم اول شيء ادرى فيه هم كخبرتهم في هذا الشيء، بس نحن عندنا كاصحاب او تاجر ذهب، يعني لما واحد يجي يقول لك والله انا عندي فلوس بعطيك مبلغ منها والمبلغ الثاني بعد ما تجيب لي الكميه اللي طلب فيها، بس انت لازم هنا عندنا لازم تجيب الذهب، تجيب الفلوس بالكامل يعطيك ذهبك. بس هم شكلهم يعني ما تردوا على المحل 3 و4 مرات، بكره بنجيب بعد بنجيب. عرفنا الموضوع مش يعني طبيعي. والله صراحه يعني عصابها يعني لها كم نشاط في كم دوله عربيه. جرت سرقوا في اليمن وتقريبا في السعوديه، وامتسكوا هنا يعني بجهد شرطه الشارقه والتحريات الشارقه. تم ضبطهم ومسكهم بالمحل وهم متلبسين، وهذا شيء جهد كبير. والله على ما سمعنا انهم بيقولوا انهم بيطلبون كميات، بيحطون عربون، انه بيحط عربون مثلا يطلب منك شيء غير يعني غير ما هو متوفر معك، يعني ما بيطلب منك مثلا شيء من عندك بياخذ ويعطي معك ذيك الساعه، بيحط لك عربون، بيقريك بالعربون وانت بتطمع بالمربح، مع ان هذه الكميات اللي بيطلبها معروفه اماكنها عند التجار الكبار، يعني تجار الجمله. ليش بالذات يجي مثلا انه ياخذها من محل صغير؟ ايوه، يعني هذه من ضمن الشكوك اللي بتشكل واحد. وهذه المعلومه اللي وصلت لنا، انه بيطلب منك وحط لك العربون وجاب لك شنطه يقول لك حط لي اغراضي في هذه الشنطه. وهذا ما سمعناه يعني، واللي حصلت اللي سمعنا عنها في اليمن انها هذه اللي القصه اللي حصلت بالضبط، انه حط لهم شنطه وقال لهم ابغى كذا وكذا وكذا بالكميات الكبيره هذه، وهذا عربون وجهزوا عليه في هذه الشنطه، وبيكون عنده الشنطه شبيه لها بيحطها جوات الشنطه اللي بيحملها معاه وهو ماشي.
وقت خلاص يجهز له كل شيء بيتاكد منها، بيقول لك خلاص انا بروح اجيب الكاش واجي اخذها منك. يعني بغفله كذا بياخذ منك الشنطه اللي موجوده وبيعطيك الشنطه الفارغه فيها حديد او فيها شيء ونفس القفل ونفس كل شيء، وانت بتحس انها موجوده بتحطها تنتظرها اليوم الاول اليوم الثاني واليوم الثالث. هذا هي القصه اللي حصلت او اللي سمعنا فيها. هنا وفي هذا المكان تحديدا تم القبض على هذا التشكيل العصابي الخطير الذي أرق العديد من الأجهزة الأمنية بعد أن بذل رجال التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة جهودا حثيثة بدءا بمتابعة المعلومات وتعاميم الانتربول، وانتهاء بكمين محكم تم بموجبه توقيف 3 من أفراد تلك العصابة أثناء شروعهم بتنفيذ سيناريو للاحتيال مشابه لما قاموا به في إمارات ودول مختلفة. ثم يأتي نجاح القبض على العنصر الرابع قبل أن يتمكن من مغادرة البلاد. تحية لجهود رجال المباحث الجنائية بشرطة الشارقة ولتعاون أجهزة البحث الجنائي بالدولة، وأيضا ليقظة تجار مركز الذهب بالشارقة. والله جهد كبير بذلوه، ولازم الجميع يتساعد مع الشرطة والتحريات مشان قبض زي هذا المجرمين. والله يعني اقول لهم اول شيء الشرطه وكل من شغال في هذا والله برافو عليهم وكفوا صراحه. هي حسب ما سمعنا هي كعصابه يعني دوليه. والله جهود صراحه يشكرون عليها، يعني جهود جباره تعتبر، لان هذولا ما دام انهم نفذوا من كذا منطقه يعني معناته انهم عندهم اسلوب اللي بيفلتون منه من العداله، وطريقتهم ما حد يقدر يمسك عليهم شيء يعني. لكن هم في الاصح ما يسوي هذه الشغله هذه الطريقه انه ياخذ كميات كبيره من المحلات ما عندهم القدره في هذا الشيء الا وهو عامل حسابه لهذا الشيء انه بياخذ الذهب وبيسرقها وبيفلت من العداله.